بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا. بقالي كتير ما بطلع لكوش في فيديوز، ومش بعمل حتى فيديوز بصوتي. عارف ان هي فترة طولت شوية، ولكن للأسف غصب عني والله فعلا ما فيش وقت ان انا اقعد واظبط سيت اب لتصوير وان انا اطلع اتكلم معاكم بالشكل اللي يليق بيكم. لاني فعلا في الشغل باستمرار، ومفيش وقت فعلا ان الواحد يعمل فيديوهات. ولكن انا بتابع كل تعليقاتكم. شكرا جزيلا لكل الناس اللي بتبعت لي وبتسأل عليا. انا كويس وزي الفل، انا في الشغل مفيش اي حاجة اتغيرت، كل حاجة تمام الحمد لله. و حابب ان انا دردش معاكم، وقلت اصور لكم فيديو واحنا في طائرة من طراز ATR 72-600. قلت بقى ايه افرجكم على القاهرة في هبوط لذيذ كده، وقت الظهرية يعني شوية. دايما بحب اصور لكم الاقلاع والهبوط. وفي ناس بتقول لي انت ايه يعني، ايه اللي هنستفيده من فيديو زي ده؟ مش شرط يا جماعة كل الفيديوز يبقى فيها استفادة، يعني مش لازم ان انت تطلع بمعلومة من الفيديو. في فيديوهات بتبقى ريلاكسنج، انت تحب تتفرج عليها عشان عايز اشوف البلد دي من فوق شكلها ايه، عايز اشوف المطار ده شكله ايه، عايز اشوف الاقلاع او الهبوط شكله ايه. في ناس كتير ركبت طيارات انا عارف، ولكن في ناس اكتر ما ركبتش الطيارات. في ناس كتير جدا ما شافتش حاجة زي كده. في ناس بتستمتع لما بتتفرج على فيديو من الطيارة اثناء الهبوط او اثناء الاقلاع. انا بحب كمان الفيديوهات دي لانها بتوثق بعض الرحلات عندي. علشان انا بحب اصور الحاجات المميزة. طيب ايه المميز في فيديو زي اللي احنا مثلا بنتفرج عليه دلوقتي ده؟ الطيارة اللي انا راكبها دي طيارة انا كنت دايما طول عمري بتجنبها، يعني ما بحبش اركبها حتى لما كنت في شركات قبل كده. ويجي يحصل مثلا هننزل مطار معين ونركب طيارة صغيرة من المطار ده لمطار تاني علشان نبدأ رحلة مثلا بطيارة 320 أو 330 من مطار تاني أكبر. كنا بنبقى مضطرين نركب طيارات صغيرة كده بتنقلنا من مطار لمطار. كانت دايما الاي تي ار دي هي الخيار الافضل والاقتصادي لشركات الطيران اللي بتعمل رحلات صغيره او رحلات دوميستيك جوه البلاد يعني. فكنت بتجنبها، ما كنتش بحب اركبها كده، يعني كان عندي قناعه ان هي اقل امانا من اي طياره تانية. ليه مش عارف، بس هي كانت يعني كان دايما في دماغي كده ان هي مش طيارة حلوة، يعني انا مش عايز اركبها. ولكن كنت بركبها برضو مش بمزاج، يعني ما كانش عندنا رفاهية اختيار نوع الطيارة طبعا ان احنا نركبها من مطار لمطار. الى ان الطيارة دي بقت موجودة في الشركة اللي انا شغال فيها حاليا، وبقت وسيلة مواصلات شبه دائمة بين المطارات اللي انا بطير منها دايما. ف... فبقيت بقى برضو مضطر ان انا اركب الطيارة دي. طيب هل بقى فكرتي عن الطيارة دي كانت سليمة؟ يعني هل فكرة ان انت بتركب طيارة ببروب انجن، مش بتربو انجن زي اللي احنا متعودين نشوفها، زي ال 737 او ال 747 او ال 777 او ال 320 او 21 او 30 او 350 او 380، دول شغالين بالتربو انجن او المحركات النفاثة. ولكن البروب انجن دي محركات زي المحركات المروحية كده، وطبيعة عملها مختلفة شوية عن المحركات النفاثة. لما ركبت طيارة لقيت الطيارة كويسة جدا، ممكن يكون صوتها عالي شوية مش زي الطيارات اللي بمحركات نفاثة، مع ان المحركات النفاثة صوتها عالي برضو جدا، ولكن مستوى العزل فيها اكبر بكتير. برضو الطيارات النفاثة بتطير على ارتفاعات اعلى بكتير جدا من الطيارات اللي هي بالمحركات المروحية. طيب كمان مستوى سرعة التسلق بتاع الطيارة او الكلايم ريت بتاع الطيارات المروحية بيبقى أبطأ من الطيارات النفاثة. يعني عشان تطلع مثلا من على الأرض، ايا كان ارتفاع المطار ده عن سطح الماء قد ايه، ل 10000 قدم مثلا، يعني في الطيارات التربو انجن بتطلع مثلا في 5-6 دقايق عشان تطلع مثلا ل 10000 قدم.
لا، هنا في الطياره دي بتاخد مثلا 10 دقائق ربع ساعه، علشان معدل التسلق بتاعها ابطأ شويه. فده بيديك فرصه انك تتفرج على البلد اللي انت هتطير فوقيها دي بشكل افضل. يعني بيبقى في وقت انك تتفرج على البلد وانت نازل او وانت طالع بالطياره دي بشكل افضل من الطيارات النفاثه، لانها بتبقى سريعه جدا. الطيارات النفاثه في مستوى التسلق بتاعها فبتطلع فوق السحاب على طول، فبتبتدي الارض تبعد بشكل اسرع. حبيت ادردش معاكم واسلم عليكم واقول لكم انكم وحشني جدا جدا. احنا عملنا خلاص، خلاص هو التاتش داون. وحبيت اقول لكم ان الطياره الاي تي ار دي طياره جميله جدا، طياره صغيره وجميله. فاتمنى ليكم يوم سعيد واشوفكم على خير، واستنى تعليقاتكم على اي اسئله انتم حابين اجاوبكم عليها. السلام عليكم.